تريد الفرح ينعاد ما ظنك تريد الفرح ينعاد ما ظنك تريد، عيد اللي يجي بلياك ما ينحسب عيد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج فيض المشاعر ومن على شاشة تلفزيون بدر السماوة. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، عاد الله علينا وعليكم بالخير. واليوم باسمي واسمكم أرحب بضيفي البرنامج المبدعين، الشعراء المبدعين، كل من الشاعر كرار عبد السادة من محافظة المثنى السماوة. أهلا وسهلا بك أستاذ كرار. الله يسلمك. أهلا وسهلا بك، نورنا اليوم عليكم وعلى جميع أمة محمد، ويا رب إن شاء الله تحقيق الأماني والأمان للشعب العراقي ونصر الحشد الشعبي بحق محمد وآل محمد. أحسنت أستاذ كرار. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، أيضا أرحب بضيفي الآخر الشاعر المبدع من قضاء الخبر الشاعر سعد وبدان جابري. أهلا وسهلا بك أستاذ سعد. بس للأسف تأخرت علينا بعض الدقائق يعني وظاهر ازدحام يعني والمواصلات. للأسف يعني تأخرنا على مشاهدينا بحدود يعني تقريبا 15 دقيقة، فراح نختصر بعض الأسئلة وندخل بشعر. فنسمع أستاذ كرار للحشد الشعبي، نسمع للوطن. الحشد الشعبي. وردتني رسالة. نعم. وردتني رسالة أن هنالك فرد من الدواعش هرب من ميدان الحرب فوصل إلى أهله بسلام، فسألوه أخبرنا عن انتصاراتكم على الروافض. فسألوه أخبرنا عن انتصاراتكم على الروافض، فقال رايد انزع روحي مو شنزع لثوب. الله. رايد انزع روحي مو شنزع لثوب، وعن حشدهم ما أريد أحكي ترى. رايد انزع روحي مو شنزع لثوب، وعن حشدهم ما أريد أحكي ترى. الله. القاع بس قالت أحب دم الشباب، تخيل العربان لو صاحت مرة. الله. فزعوا بطار القبر يتسابقون، سباق مرواح ويطق وجه الثرى. الله. عدها يرتاح ويلف راسه وينام، عدال مرته من تقيس المقبرة. وما يشيل سلاح لو رايد يصول جفوفه، هدهن من سمع بالقنطرة. الله. ولمن قالوا يا لثارات الحسين، مدري ليش البيدة شفها تخنصره. واحنا راوينا الحشد كل العذاب، صياح حرم قبالهم صحنا ترى. موش وحدهم يطبون النزال، بعين شايف ذي الفقار وحيدرة. ذاك المراوي السقم لجداد ابوي، وذاك الابن العاص كاسر خاطره. اللي سولفته ترى يخص الجنوب، والرماد زلام عدها المقدرة. اللي سولفته ترى يخص الجنوب، والرماد زلام عدها المقدرة. طببونا بيوتهم والملقى حار، وهاك بس قبع وخذها محمرة. وهاك بس قبع وخذها محمرة. الله عليك أستاذ كرار على هذه القصيدة الرائعة والجميلة اللي ندعم بها أسودنا أبطال الحشد الشعبي، نعطيهم أرواحنا وقواتنا الأمنية. وطبعا احنا يعني نبارك لكل الشعب العراقي وللأجهزة الأمنية ولأبطال الحشد الشعبي على الانتصارات اليوم. يعني سمعنا وشاهدنا بوسائل الإعلام داخلين للفلوجة، وما يبقى إلا القليل إن شاء الله. إن شاء الله. ويتحرر ويوصلون إلى النصر إن شاء الله. إن شاء الله. ويتجهون باتجاه الموصل. أستاذ كرار جابر، نسمع قصيدة الحشد الشعبي أو للوطن من اختيار سعد جابر العفو. نعم. أحاول كلمات أرثي بها العراق طبعا. نعم. مقدمة أقول: إلى متى يبقى الأمان مكبلا في بلدي؟ قوافل الثكالى يسمع أنينها على بعد سنين من الوجع. الله. أرامل تصيب لعنتها كل من اختبأ تحت طيلسان الدين. أحلامنا تحتضر على هاوية الأمل. بغداد ابيضت عينها حزنا على غياب نينوى. وكأني بالعراق يقول: أشل جرح بدي وما أدور عون.
ولا فزعة شماتة تلوذ بالشدة. الله. أكابر بالعزيزة وأنا وين بسكوت، أخاف الموزمة يقولون ضل وحده. الله الله. يلجمني اللي يسولف بالوفا ويا حيف، عمر راح ودر راح شي رده. الله. أحس راسي محطة ضيم وريل همومكم كل لحظة يتعدى. الزرع يربى بنداوة ما يديم سنينكم ما خضرت وردة. الله. ابشروا شي الهم صار تلهم، وغدا تروح بقى اعذار تلهم. الرفاقة الما وفوا وياك تلهم لك الذيل الخواج من الردية. الله عليك الله عليك استاذ سعد. أحسن. الشاعر المبدع سعد وبدان جابر من الخبر. الله عليك استاذ سعد. واليوم منورنا اكيد انت وحضرتك واستاذ كرار. لا طبعا احنا منبرنا وقناتنا واذاعتنا اكيد لكل المبدعين. منبر مفتوح ان شاء الله لكل الطاقات الشبابيه والابداعيه من الشعراء والفنانين وكل الادباء بصورة عامة. ندعم الثقافة إن شاء الله. أستاذ كرار، ننتقل إلى فقرة الأسئلة هنا. بالبداية السؤال الأول: من ساعد الشاعر كرار عبد السادة في بداياته في كتابة الشعر الشعبي؟ أكيد كل شاعر يبدي راد لشخص ياخذ بإيده أقدم منه، قد يكون شاعر له تجربة كذا. سبق وأن ذكرتها أنا وأذكرها بكل وقت، أنه المتفضل الأول على ليس فقط على كرار عبد السادة، بل على بنسبة 90% من محافظة المثنى هو الشاعر حسن البرك. تحياتنا له. وجه تحياتنا. فلاح الغاية وشاعر متألق، هو اللي ساعدني يعني. وإن شاء الله لنا حلقة خاصة وياه. يستاهل حسن أكيد. بس احنا دعيناه وللأسف كانت ظروف منعه، وعلى موعد إن شاء الله مع حلقة خاصة. نتمنى والله نتمنى هذا اللقاء. نعم. هو الوحيد اللي متفضل عليه بفقرة الشعر يعني. نعم جميل. يعني تقريبا في أي سنة نقدر نقول بدا الشاعر كرار عبد السادة؟ والله ما أتذكر يعني بالضبط. نعم. يعني تقدر تقول ال4 سنوات الأخيرة تقدر. جميل جميل. شاعر يعني مبدع كاسم كرار عبد السادة، كإبداع كرار عبد السادة في سنوات قليلة. يعني هذا الإبداع وهذا الجمال. الله يسلمك. جميل. أستاذ سعد، كيف كانت بدايات الشاعر سعد وبدان الجابري، وما هي الأمور والأحداث والطقوس التي رافقت تلك البدايات؟ أكيد كل الشاعر من مترجم، أعتبره مترجم للأحداث، لا طقوس ولا بدايات. أكيد. يعني هو الاختلاط بالشعراء، أستاذ كرار وشعراء الخاصة الاسماء وشعراء الخضر كلهم. نعم. وقلت لك هو الشاعر يعني هو مترجم، هو كتلة من الأحساس. أكيد الشاعر يشوف موقف ويترجمه على الورق. أكيد. نعم. هو تعتبر تقول يعني أنا أقدر أقول هيك، عندما ترتقي المفردات ترسم صور. تتعانق المفردات ترسم صور فيها ألم وألم. نعم. فالشاعر يترجم الألم، يرسم صورة جميلة للألم. جميل. طبعا الشاعر هو مترجم للألم، يقتبس الصور من الواقع. أكيد. احنا باعتبارنا من خلال شعره والفن، باعتبارنا نعمل في مجال الإعلام، طبعا نثني على جهودكم ونثني على إبداعكم، ونتمنى لكم كل التوفيق في مجال رفض الشعر الشعبي والثقافة بصورة عامة. الله يحفظك. أستاذ كرار، نسمع قصيدة من اختيارك. قصيدة يعني بما أنه مقبلين على أيام علي بن أبي طالب. نعم. هو الإنسان الوحيد اللي يستاهل. أحسن. علي من يا علي لو ردت اسولف بيك. الله. علي من يا علي لو ردت اسولف بيك. علي من يا علي راح ابدي بالفكره. الله. سرابك كان يحكم وانت مايل ماي، يا لذة بير منك مستلذ عبره. سرابك كان يحكم وانت مايل ماي، يا لذة بير منك مستلذ عبره. يا ساجد ليل كم فانوس ظل نعسان، يا ساجد ليل كم فانوس ظل نعسان. بصلاتك ينتخب الكتج القمره. الله. يا ساجد ليل كم فانوس ظل نعسان، بصلاتك ينتخب الكتج القمره. سر البير ما يطلع لياه كان، بس واحد يطلعه ومن بغت شره. سر البير ما يطلع لياه كان،
بس واحد يطلعه ومن برد شره، كاشف كل اسرار البير، دلو البير ودلو الرفقه، كاشف عرض مو سره. الله كاشف كل اسرار البير، دلو البير ودلو الرفقه، كاشف عرض مو سره. ملامح بالنبي عدك شفتها هواي، وملاحم للنبي خايضهن بفكره. النظر عالم مقدس عابد الرحمن، النظر لك شي مؤكد حجه لو عمره. النظر عالم مقدس عابد الرحمن، النظر لك شي مؤكد حجه لو عمره. يا له العوز يقتل ورده حج البيت، ودي لعلي لو بالحلم مره. يا له العوز يقتل، الله عليكم ما شفت. يا له العوز يقتل ورده حج البيت، ودي لعلي لو بالحلم مره. ارتكاز الدين بعد على الصلاة مولاي، شو حدر الصلاة شو سوى هالمرة. ارتكاز الدين بعد على الصلاة مولاي، اشو حدر الصلاة شو تسوى هالمرة. ما هو خيط الشمع وجروحه قال ارضيك، حس بروحه قصر كلب بإبرة. ماي الطين ما هو خيط الشمع وجروحه قال ارضيك، حس بروحه قصر كلب بإبرة. ماي الطين يزحف عبر فوق الطين، وطين الماي واقف كلب بخصره. حور العين يتمناه المواليك، يا حور الطين قل بياك كثره. مو كل اللي يحصل صيت صاحب صيت، ترى البسمار حصل صيته بالزهره. ترى البسمار حصل صيته بالزهره. الله عليك استاذ كرار مبدع وطيب الله انفاسك. وبما انه قرأت قصيده للامام علي عليه السلام، لابد ان نستذكر شاعر راحل وشاعر كبير وصف الامام علي عليه السلام بقصيدة جميلة، وهو الشاعر الراحل عبد الحسين الحلفي. يقول انت ياما الموت نادية تعال، انت ياما الموت نادية تعال، وهو خايف ما قدر يتدنى ليك. هذا مو دمك علي العسيف سال، هذا دم السيف ظل ينزف عليك. هذا مو دمك علي العسيف سال، هذا دم السيف ظل ينزف عليك. حتى عدوانك علي بوقت النزال، البرز منهم لو ضرب يتنخى بيك. خاف ملك الموت من دور عليك، وقلت له هذا انا تعال اتدنى لي. قبض روحه طاحت بين يديك، لحد ما صاحت دخيلك يا علي. احسن. خاف ملك الموت من دور عليك، وقلت له هذا انا تعال اتدنى لي. قبض روحه طاحت بين يديك، لحد ما صاحت دخيلك يا علي. والى اخر القصيده. طبعا رحم الله الشاعر الراحل عبد الحسين. الف رحمه على روحه. ننتقل الى الشاعر سعد وبدان الجابري. استاذ سعد سمعنا قصيده من اختيارك. حث للشعراء نعم على الكتابه على الحج الشعبي يعني. نعم اكيد طبعا الدور الاعلامي هو ثلث المعركه يسمونه بالضبط. نصف الشعراء وقسم للحشد الشعبي. نعم. اقول الكد حيل قلمك صار وقت زماط، ورك مشط السوالف هاي ساعتها. الله. اسرج للقصايد صهوة التاريخ، خل تشهد الدنيا علوم فزعتها. الله. اريد اسم الشهيد بدفترك عنوان، كل مجمع حفل تحكيها سالفته. الله. واذكر عند طفلة تخفى بالحسرات، وحضن المشابق حيل فاقدته. وعين على البواكي والثياب السود، وعلى خدود الثكالة الحزن راسمته. ومن تكتب قصايد تكون مو شطوال، اترك للوراك تضيف كونتها. فزعتكم نشام الوطن صاححها، ترى بيكم الأم تشيل هامتها. وإلى من يستحق الكتابة الحشد الشعبي طبعا. يا صرخة مراجل شقت ذل الخوف، يا زمور المنايا الماله انشار، يا المدلهم غضب من تطب ميدان، على روس الدواحش نار مطار. متعلم الغيرة من البطل عباس، من تفزع عدوك ضاع تدباره. من فتوى الجهاد ولحد هذا اليوم، شانون المراجل ما طفت ناره. كتايب غيظ عدنا بساحة الميدان،
ترهب من تصول بساحة الغارة عصايب ويبدر شدة حزام الدين وازلام السلام سيول حدار يا جند العقيدة ويا حماة الدين يا الكلكم غضب وسيوف بتار يا وصف الرماد ولينا وتكريت يا وصف اللي باطل ذلته وعاره يا وصف اللي باطل ذلته وعاره. أحسن عليك أحسن أستاذ سعد الطوالي منورينا اليوم. والله أستاذ كرار، تقدر تقول لنا أول قصيدة بديت بها أو تستذكر أول بدايات الشاعر كرار عبد السالم؟ حاضرك هذا الموقف؟ والله أنا يحضرني بس ما تقدر. زين، قصيدة موقف، فد موقف شفته، فد موقف شاهد تأثر بيك. هي رسالة طبعا. نعم. إلى صديق. هزيتك قبل حسبال غربيل. الله. هزيتك قبل حسبال غربيل يا كاروك السوالف تهلك لسان. الله. هزيتك قبل حسبال غربيل يا كاروك السوالف يهلك لسان. منهزك مكتفي شيلا مقهاو. منهزك مكتفي شيلا مقهاو ولا فرزن بشر لو بيد فنجان. عطوة تريد راح اعطيك بس ها احذرك عطوة الصايود نيشان. عطوة تريد راح اعطيك بس ها احذرك عطوة الصايود نيشان. عجوز الشمس تصبح وقت الغروب. عجوز الشمس تصبح وقت الغروب وتتوجه تظل بعواد الاغصان. يا طبعك مو بلم لا تحكي بالماي. يا طبعك مو بلم لا تحكي بالماي وحق ربك نظرت عليك طوفان. يا طبعك مو بلم يا طبعك مو بلم لا تحكي بالماي وحق ربك نظرت عليك طوفان. بسكوت الماي ثق تتمرجل النار. بسكوت الماي ثق تتمرجل النار وشيخ يصير بيها الاسم دخان. بسكوت النار ثق يتمرجل الماي وشيخ يصير بيها الاسم دخان. كبيرة عليك كلش كلمته عليك. العنبر ما تساوى بصيت الدنان. العنبر ما تساوى بصيت الدنان. الله عليك استاذ سعد. هنا ناخذ سؤال اخر. بمن تأثر الشاعر سعد الجابري وماذا حفظت للشعر الذي تأثرت به؟ أكيد كل شاعر يتأثر بتجربة، يتأثر بقصيدة، يتأثر بشاعر معين. والله شعراء هم كلهم أصحاب عطاء، خاصة السماوي عندنا محسن الخياط. نعم أكيد. تحيات طبعا شاعرنا الكبير محسن الخياط ولا كل شعراء السماوي. أنا طبعا حفظ ما ليش أنا هسه كاتب برضه. نعم. يعني حفظ ما أحفظ بس أنا ابتدينا بيهم وبجيلنا هذا الشباب وخاصة هذا الموجود. نعم. وهم خص بالذكر عن شعراء الخضر. نعم تحيات لهم طبعا. تحيات لهم جميعا. سيد يونس جواد الجابري الجابري عاطف بريشة. تحياتنا كل الشعراء، كل شعراء الخضر وشعراء الرماثة وشعراء السماوة وشعراء معارضة المثنى بصورة عامة طبعا. من ناحية الإعلام طبعا أنت أستاذ محمد ما نستثني. لا أنت حصلت الخصلتين طبعا، أنت إعلامي بالإضافة للشعر. أنا بوجودكم نجاحي بوجودكم أنتم يعني. لا بالعكس أكيد نجاح أنت سويت لنا فرصة. نجاح برامجنا الإذاعية والتلفزيونية من نجاحكم أكيد. أنتم تخلقون لنا النجاح إن شاء الله. أستاذ سعد نسمع قصيدة. ذكرتني بالمواقف. نعم. تقريبا هي تكون واقعية. أقول هي واضحة من معناها يعني. خلهن لا تفززهن يشيب الراس من عدهن. الله. وتيه حسابي لو عدهن. أنا جروحي بنات بيوتي نزفا مستحب لا صوت. الله. يرد ويقل لي لا ضمهن شضم منهن. صغيرتهن معرسة من نوصفهن وترس خلقي وخيال أولاد من عدهن. خلهن لا تفززهن. لا تجني الفرح بسنين المعزيات ولا تنشد يتيم منين جايبهن. خاويتك جمر ويشلة اللوعات ومنتك سوالف ما مسولفهن. انطيتك ظهر بس موش للطعنات وردتك للايام الما محسبلهن.
أعاين صفنتك بيها المطر صيهود بارا ومحلن يلقلت وشلهن مدروحك نهر وقت المعاتب قيض الله مدروحك نهر الله عليك مدروحك نهر وقت المعاتب قيض وافرش للأعذار وخلنا فصلهن الله. العايش بالحزن ما يهم صوت الناي ولا طراد الليالي الماء مشبشهن يا حاد الغيظ ريض لا تمر بيهن ترى ناعور الخلق يكشف تواليهن خلهن لا تفززهن الله يسعد الجابري. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير وراجع لكم انتظرونا. أمر تامر عليها من تمرها وطعم طيب السماوة من تمرها تعالوا وشوفوا أهلها من تمرها مراحب تطبع بكل باب هي ما ينساك عيدك شح عليك هلال وتظل تجري وأبد ما تنشف انهارك بكلهم ثار تطلب وانت عفت الثار طيبك عم عليك وما خذ ثارك اصبر يا عراقش ما تمسك نار لابد يوم تطفش ما تشب نارك. أعزائي المشاهدين انتظروني وبرنامج فيض المشاعر من على شاشة تلفزيون بدر السماوي. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وشعراءنا المبدعين الأستاذ قرار عبد السادة والشاعر سعد وابدان الجابري. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ومنورينا. وطبعا قبل شوية قلنا يعني قصيدة الموقف فأكو تحضرني بعض الأبيات من موقف طبعا هو موقف الشعب العراقي أجمع تقريبا موقف الشريحة الكادحة للشاعر الكبير الراحل كاظم اسماعيل قاضع. يقول تريقت باقي الصبر وقلاص هم تريقت باقي الصبر وقلاص هم وتوكلت يا رب عليك غبشا عسانا الشوارع مدري انا جمت صبح دم تشتهيك الله. وتذكرت تاجر عرفه قال من تبيع روحك مرني بلكت اشتريك. تذكرت تاجر عرفه قال من تبيع روحك مرني بلكت اشتريك وتمت الصفقة اشتراني وقام يملين بشروطه ما وما اريد ايدك طويلة قلت له عد عينك اقصهن قال لي شاش اللي بيك. نعم هذا ما يحضرنا طبعا من القصيدة. نرجع استاذ قرار هنا ناخذ سؤال هل يحتاج الشاعر برأيكم للقراءة والاطلاع لتقويم الموهبة وخلق الصورة الشعرية بالضبط؟ اي لازم يعني القراءة والاطلاع هي الأساس في بناء الفكرة. نعم. أو تحديث الفكرة. الشاعر يعني نقدر نقول الأدوات الشاعر يجيبها من القراءة. بالضبط. تقريبا هي مو الأساس الأول وإنما الشيء الثاني وبعد الإلهام الإلهي. نعم أكيد. أي يعني القراءة لها دور فعال. تغذية بالضبط. تغذية بقصيدة الشاعر. تغذية للعقل. بالضبط. أي. نعم يقدر يعني يطور نفسه من خلال القراءة. من خلال القراءة تقدر الاطلاع والحفظ. بالضبط. نعم. استاذ كرام نسمع قصيدة وجداني. اي وجدانية غزلية نحلق بها الأمسية. الله يسلمك. كل شعر الله يسلمك وجاسم. طبعا هدية لوالدتي مقطوعة واسترسل وجداني. نعم. أمي أجمل سالفة بحلوق أخوتي. أمي أجمل سالفة بحلوق أخوتي. أمي شهقت نفس حار ولو برد يدنا لموتي. الله. أمي أجمل سالفة بحلوق أخوتي. أمي شهقت نفس حار ولو برد يدنا لموتي. الله. بأيام عصر الجاهلية من أيام عصر الجاهلية كانت الكعبة سفور. من أيام عصر الجاهلية كانت الكعبة سفور ولأن الكعبة مؤنث لبساها النبي شيلة احتراما للعقيلة.
ولأن الكعبة مؤنث لبساها النبي شيلة احتراما للعقيلة وهج أمي. كانت بعصر الجهالة تلبس الدنيا حجاب. ومرة سيرت لصديقي وسمعت آذان يقرأ وما عرفت القبلة وين، قلت له يا حسين بطريقك شوف لامك وين تقعد حتى صلانا عليها. ومرة سيرت لصديقي وسمعت آذان يقرأ وما عرفت القبلة وين، قلت له يا حسين بطريقك شوف لامك وين تقعد حتى صلانا عليها. وهج أمي الجاري يتمرض هي تصير الدواء، تختنق دنيا هي تصير الهوى، تختنق دنيا هي تصير الهوى وإلى الوجدان. كشفني الفتق بالخيمة يفضح سر. الله يسلمك. كشفني الفتق بالخيمة يفضح سر، ولو طبع المساحل ما تحن تحفر. كشفني الفتق بالخيمة يفضح سر، ولو طبع المساحل ما تحن تحفر. يا طبعك شي تبن، يا طبعك شي تبن، قلت انا صير نطين بس نلتم وحقك نرقم المفطر. يا طبعك شي تبن، قلت انا صير نطين بس نلتم وحقك نرقم المفطر. سجل موقف تبلي بظهر فلاح، سجل موقف تبلي بظهر فلاح، تصعد مو بفاسك تبتد تطبر. ما احب الالماس، ما احب الالماس هواي عنده وجوه. الله ما احب الالماس هواي عنده وجوه، صير مراية تنصف وقت ما تنظر. ما احب الالماس هواي عنده وجوه، صير مراية تنصف وقت ما تنظر. تو تيمك زرق عمرك فحم مهيوب، تو تيمك زرق عمرك فحم مهيوب، بالك تنشوب روحك خفت تشعر. كل من قال لي سرك كبير وراح، اقول له مسامحك بس انا ما اعذر. مو كلش شريف البير عند اثبات بخزر الدلو يكتهل لا تظن يصبر. مو كلش شريف البير عند اثبات بخزر الدلو يكتهل لا تظن يصبر. اللي يظن روحه جسر متوهم وغلطان، يظن روحه ولكن باله متقنطر، يظن روحه ولكن باله متقنطر. الله عليك، السلام عليك. الله يسلمك. السؤال جميل ورائع ومبدع. الله يسلمك. كل الكلمات يعني ما توفي لشاعرنا. الله يعزك. استاذ سعد الجابري، ناخذ سؤال: ما هي ابرز المهرجانات او المسابقات او الامسيات اللي اشترك بها الشاعر سعد وبدان الجابري؟ يكون مهرجانات كبار يعني انا ما مشترك، يعني انا اعتبر نفسي ناظم للشعر يعني. لا ان شاء الله شاعر. لا شاعر ان شاء الله. مهرجاناتنا هذه الشعبيه. نعم. للقضاء. هو يعني صير تكون قضاء من جهود ذاتيه مثلا لو جهات تقيمها. هو دعم من جمعيه الشعراء بالسماوه. نعم. ورابطه الشعراء بالخضر، استاذ عبد الراضي واستاذ نعم. جهاد. تحياتنا الى ابو رياض جهاد. نعم. وشعراء اهل الخضر. دائما المناسبات الدينيه والمناسبات يعني ناخذ قصيده استاذ سعد قد تكون اخر قصيده. كرار بالام، قصيده الام. نعم. عندي شيء مفتوح الام. اقول: الدنيا ما تسوى عتاب، الدنيا وكحه وحيل مليانه عذاب. ضحكه امي تفتح من الجنه باب. الله. امي لو سلهم رمشها الدنيا تسكت. خاف يختل الأمان، ويا أمان بلا حنان، ويا أمان بلا رضاها. أمي قبلة ويرضى الله من رضاها. أمي آية ترتلت بقدس لسان، أمي تحت أقدامها تبات الجنان. أمي يا أول وزارة بدولة الحب والسلام. أمي يا زمزم محن البي سقام. أمي يا شمعة توفى بصدر الظلام. أمي يا شمعة توفى بصدر الظلام. أمي ويطرت فجر حزني تهل، والسمار اللي بيها لعيوني كحل. أمي كل شيبة بشعرها تقول فارس، كاتل بسيفه جرح، والبياض البيته وارد، ويقلبها أصفى من لون. الله 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 أصفى من لون. الله عليك شاعرنا المبدع سعد الجابري. نعود لك أستاذ كرار، وراح نتحدث عن القصيدة الرمزية والقصيدة المباشرة يعني بالكتابات، لكن قبل ما نتحدث بهذا الموضوع طبعا ناخذ شيء من الرمزية للشاعر الكبير الراحل
شاكر السماوي يقول اشتراني وما قدر يشتري ضميري. اشتراني وما قدر يشتري ضميري، من هو يقدر يشتري من الدم رفيفه؟ الله. من هو يقدر يشتري من الدم رفيفه؟ ومن هو يقدر يشتري من الجفن طيفه؟ ومن هو يقدر يشتري النجمه بسماها؟ ولو شراها قل لي يقدر يشتري وياها ضواها. رحمة الله يعني على روح الشاعر الكبير، شاعر رمزية طبعا، الشاعر الكبير شاكر السماوي. أستاذ كرار، أنت يعني من كتاب مثلا كتابة القصيدة تستخدم الرمزية المباشرة؟ لا بالعكس، المجاز أو الخيال؟ أنا بالقصيدة المباشرة أجد نفسي يعني ما أجد نفسي بالقصيدة الرمزية. نعم. أي يعني وإلها صياغها طبعا. نعم القصيدة أكيد. الرمزية أكيد. يعني وجه تحياتنا لأبو سيف مهند حمود. نعم أكيد تحياتي. الأستاذ الأول بالرمزيات طبعا يعني الشاعر مهند حمود، وأكيد أكو شاعر آخر الشاعر نوفل الصافي شاعر كبير نوفل الصافي يستخدم الرمزية. وإلى بيت بالرمزية يقول بانتظار السومرية لتضبط الإيقاع ويلي للركابي. بالضبط. بانتظار السومرية لتضبط الإيقاع ويلي للركابي، اللي يقرص السنبل الرايج وبغمزة من رمش المناجم. الله. أستاذ كرار، نسمع آخر قصيدة حتى ما تبقانا إلا القليل، ننتقل شوف إلى مطاردة بالأبوذية بالكذا. بخدمتك. نعم. الشقراء. أي قصيدة غزل تقرانا؟ ما قرأت لنا غزل. يلا غزل. خردنا وحتى نطرد من البيت. وياك أحكي غزل، وياك أحكي غزل وابديها على المكشوف. الله. وانسى المستحى وهم قلبك تحضره. يا واهس بوس شايب راد يرجع شاب. الله. يا نقلة جدم ترفى بروحها الخضرة. تقبل لو أوسد راسي يم عيناك حتى بدي أسولف والحكي تفسره. يا شعرك صم هو حتى الندى يغص بيه. يا شمة رقبة الخل منتجب فكرة. يا لإحساسك ندى والورد ياكل بيك. يا حسوة ماي من نلقيها بالصحراء. يا عينك يا رمشك يستحي مني يشبق العينين. يا تال الليل كل من حاير بأمره. يا لإحساسك ندى والورد ياكل بيك. يا حسوة ماي من نلقيها بالصحراء. يا لزنودك جدايل. يا لزنودك جدايل مال بنت الشيخ لازم تسكت الفقرة. يا لزنودك جدايل مال بنت الشيخ لازم تسكت الفقرة. وحالف لو أشوفك منك آخذ ثار البلبل من القفص لو قدره. ولازم بالنهاية كل شي لي يصير، ترى الخيال لازم يركب الماء. الله عليك صار عبد السادة. تقول لي هيد شلون اهيد وتدرى انا بلاياك ما اعيش انا اكيد. يا اللي تسأل عيشت بلاياك مرة وعنا من فرقاك ايش تعرف تريد. الله. دنيا ظلمة دموع عاشور وبواكي وما يمر عليها عيد. الله. دنيا ظلمة دموع عاشور وبواكي وما يمر عليها عيد. قاع عطشانة وممحلة السما الفوقها لا تمطر ولا ترعد رعيد. الله. وحال مثل الناحة بموتة ابنها وهالولد هو الوحيد. وعقب كل هذا العذاب ما أبدل حبك أنا بحب جديد. نسمع بيت ودي أستاذ سعد. كانت بالرمزية. نعم. واقعية أنا أكتبها الخواطر أعتبرها مقدمات لكل قصيدة. نعم. أقول لا يزال قلمي ثملا ويحتسي من حبر الألم. ولا تزال كلماتي تترنح على أزقة الخواطر. هكذا أنا صريع ثورة الحنين وأقتات على بقايا حروف مبعثرة على درب الذكريات. الله. رست على سواحل العشق سفينتي وأمسى فؤادي بالهوى ثملا. الله. تكتظ من فرط الحنين مشاعري لك يا من تلوت الحب والغزل. الله. تعالش خل بي مناطرك والليل وطشرني على طولك بي حسرة شوف. تعالش خل بي مناطرك والليل وطشرني على طولك بي حسرة شوف. من قد فرقتك بعيوني خضر شيب وجروح الليالي نروف بيه نروف. الله عليك سعد. تعال سقيني ملقى وخلنا نشم طرواك. تعال سقيني ملقى وخلنا نشم طرواك. يا تارس ريت شوقة نفسك ملهوف.
لا تشكو انتظار اليأس مللا، تبكيك عيني تبكيك عين العشق ما برحت، هي ابتزاج الشعبي بالفصيح. نعم ملمة. تبكيك عين العشق ما برحت، ولا تشكو انتظارك اليأس والملل، خذني إليك رفات عاشق، وابن لي قبرا بين الضلوع ومنزلا. البلبل يطرب على الناي لو شاف الغصن مذبوح، الوادم تدخل على إمام وأنا بحضرتك مشتوف، وأنا بحضرتك مشتوف. وانت راضى الورد انت شتلته وانت راضى، الورد انت شتلته وانت راضى، وبعد امتى انت صالح، وانت راضى تقلش بيها ضلعك، وانت راضى كسر ضلع ودليل شفاك دي. الله الله الله. انا مفردش دموع الشوق حسبية عليك، أنا مفردش دموع الشوق حسبيت عليك، وبالبذية صياح حسبيت أذكرك من قلت لانتظر حسبت ساعة، ونوح قام يحسد بي. الله يسلمك. رد والحق بصيص الشوف واركاه، يلحم لك حنان الظهر. الله. تعال أنا بغيابك صرت واركاه، إيش الوجنون بس تحيط بي. الله. قضيت العمر على البلكة وعليت، قضيت العمر على البلكة وعليت، وياما القلب حزيته وعليت. صحيح انت اصبحت فوقي وعليت الفخر مو ليك، شي شلتك الله. انحنى دمعي على وجه القاع بلاه، انحنى دمعي على وجه القاع بلاه، كحن وتموما ومحتزم. الله. انحنى دمعي على وجه القاع بلاه، كحن وتموما ومحتزم، بالله وعلك وانا رد للآه بالآه، مثل ردة أسير الحضن بين. الله يسلمك. علي مهدلات البين يارا، وغصب الأرض النوايب حيل، عيوني من سنة 90 يارا لهسه وينسمع ناقوت. أنا الذرة روتنا من سدرها، أنا الذرة روتنا من سدرها، ونعرف إحنا الحدائق من سدرها، وإذا رضعت أصيلة من سدرها ترضع بس الأصيل اللي بيحميها. الله. بعصف غدر الزمان من الشعر بيت، بجفا ويسحل زمان من الشعر بيت، لذلك ما جنيت من الشعر بيت، بطعن واستورح القناص بي. الله يسلمك. عفانش كثر دمعي سال منه، وقطعها جفوف وصل السال من غشيم، ولها السنطر سال منه لأن طبعي وفي كل لحن. الله عليك شاعرنا سعد وردان الجابري. الله عليك. الله يسلمك يا استاذ كمال عبد السادة. أعزائي المشاهدين، وقت البرنامج شارف على الانتهاء. باسمي واسمكم أتقدم بالشكر الجزيل إلى شعرائنا المبدعين، الشاعر كرار عبد السادة من محافظة المثنى السماوي. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لهذه القناة الرائعة، قناة بدر السماوي، على هذه الاستضافة الرائعة، ونتمنى من عندكم أن ما تقطعون بالشباب. الله يحفظك. الله إن شاء الله متواصلين طبعا هاي بجهودك وجهود الكادر. أكيد بجهودنا وبجهود كادرنا وبجهود المرافقين وزملائنا في إذاعة وتلفزيون بدر السماوي لرفد الشعر والثقافة بصورة عامة. أيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشاعر المبدع من قضاء الخضر، الشاعر سعد وردان الجابري. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ. الله يحفظك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، تقبلوا مني أرق وأجمل التحايا. كنت معكم في الإعداد والتقديم الشاعر والإعلامي محمد العامري، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لمن رافقني خلف الكواليس بهذه الحلقة، في البث التلفزيوني ميثم الكعبي، وفي الإخراج والتصوير حيدر فالح، وفي الإشراف العام الحاج خليل نجم الزيادي. انتظرونا في الأسبوع القادم وضيوف جدد وحلقة جديدة من برنامج فيض المشاعر. إلى اللقاء، في أمان الله وحفظه. حياك الله.